وتناهى إحسانك، وصدق وعدك، وبر قسمك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، ولم تبق حاجة إلا قد قضيتها وتكلفت بقضائها، فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة، إنك أهل ذلك والقادر عليه. اللهم أسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك ومألوف برك وعوائد إحسانك ومكانة الأولياء من خلقك وعاقبة المتقين من عبادك. أسألك القناعة برزقك والرضا بحكمك والنزاهة عن محظورك والورع في شبهاتك والقيام بحججك والاعتبار بما أبديت والتسليم لما أخفيت والإقبال على ما أمرت والوقوف عما زجرت حتى أتخذ الحق جنة عندما خف وثقل والصدق سنة فيما عسر وسهل. إلهي وأنت الباطن الذي لا يروم كرائم ولا يحوم على حقيقتك حائل إلا غشيه من نور إلهيتك وعز سلطانك وعجيب قدرتك وباهر برهانك وغرائب غيوبك وخفي شأنك ومخوف سطوتك ومرجو إحسانك لا يرده خاسئا حسيرا ويزحزحه عن الغاية خجلا مبهورا فيرده إلى عجزه مرتديا بالاستكانة راجعا إلى الصغار. وظاهرك إلهي يدعو إليك بلسان الاضطراب وباطنك يخبر عن سعة فضاء الاعتبار وفعلك يدل عليك الأسماع والأبصار وحكمتك تعجب منك الألباب والأفكار. إليك إلهي المفر ومعك المقر. أسألك بأصح سر وأكرم لفظ وأفصح لغة وأتم إخلاص وأشرف نية وأفضل طوية وأظهر عقيدة وأثبت يقين أن تصلني بكل ما يصل بك وتحبب إلي ما حبب إليك فإنك الأول
المعاني. لا إله إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. أيها المؤمنون والمؤمنات، نرفع الآن إلى مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينتي الرباط وسلا والنواحي. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. هكذا إخوة الإيمان أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينتي الرباط وسلا والنواحي. تقبل الله صلاتكم بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. أنتم دائما في الاستماع إلى إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضر
أحبتنا الكرام، أنتم دائما في الاستماع إلى إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. في رياض تجويد القرآن الكريم. في رياض تجويد القرآن الكريم برنامج يعنى بقواعد تجويد القرآن الكريم وتطبيقاته. في رياض تجويد القرآن الكريم كتب دانية بمتون رواية ورش عن نافع من طريق الأزهر. إعداد وتقديم الأستاذة تجويد. إخراج وديع أزلقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عظم رغبتنا في القرآن الكريم واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وانصرنا به على من ظلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم في رياض تجويد القرآن الكريم. في الحلقات السابقة عرفنا النون الساكنة والتنوين، وعرفنا الفرق بين النون الساكنة والتنوين. اليوم إن شاء الله ندخل على بيان وتوضيح أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون الساكنة والتنوين 4 أحكام، وهي الإظهار، الإدغام، القلب، الإخفاء، كما ذكرها صاحب التحفة. قال صاحب التحفة: للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيين. وهذه الأحكام 4 التي هي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء، ما الذي يحددها؟ يحددها الحروف التي تأتي بعد النون والتنوين. بمعنى الأساس في تحديد حكم النون الساكنة والتنوين هو الحرف الذي جاء بعدها. نبدأ بحكم الإظهار. ما هو الإظهار لغة؟ الإظهار لغة هو البيان والوضوح، أما اصطلاحا بمعنى عند علماء التجويد هو إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجيهما من غير زيادة في غنة الحرف المظهر. وقلنا الأساس في تحديد حكم النون الساكنة هو الحرف الذي بعدها. إذن ما هي الحروف التي تحدد حكم الإظهار؟ هي 6 حروف، وهي الحروف الحلقية. فالنطق بالنون المظهرة يعتمد على مجيء 6 أحرف بعدها، وهي الحروف الحلقية. ما هي الحروف ال6 الحلقية؟ هي الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء. نعاودهم: الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. الهمزة والهاء حروف أقصى الحلق، بمعنى واحد شوية زيد واحد شوية. والعين والحاء حروف بعيد وسط شوية الحلق. كاين بيستا. والغين والخاء حروف أدنى الحلق. وقد جمعها البعض في هذا البيت: أخي هاك علما حازه غير خاسر. أخي كناخذوا الحرف الأول هي الهمزة، أخي. هاك كناخذوا الهاء الحرف الأول. علما كناخذوا العين. حازه الحاء. غير الغين. خاسر
ناخذ الخاء. إذا قلنا هذا الحكم يسمى بالإظهار الحلقي. ما هو الإظهار الحلقي؟ هو أن يأتي بعد النون الساكنة والتنوين 6 أحرف. شكون هاد 6 الحروف؟ قلنا هي الهمزة، هي الهاء، هي العين، الحاء، الغين، الخاء. والمجموعة في أوائل هذا البيت: أخي هاك علما حازه غير خاسر. ما سبب تسمية هذا الحكم بالإظهار؟ سمي إظهارا لظهور النون عند مجيء حروف الإظهار. وما سبب تسميته بالحلقي؟ لأن مخرج حروف الإظهار 6 هو الحلق، والإظهار يكون في كلمة ويكون في كلمتين. نعطيو بعض الأمثلة في حروف الإظهار. نبداو بالهمزة. غادي نعطيو مثال في الهمزة في كلمة واحدة، وغادي نعطيو في كلمتين. في كلمة واحدة: ينأون. هي النون ساكنة. شنو جا من بعد النون الساكنة؟ جا من بعد منها الهمزة. ينأون نون ساكنة جاء بعدها الهمز في كلمة. قلت في كلمة واحدة. حطوا عليها المثال اللي كاينة النون ساكنة ومن بعد منها الهمزة: ينأون، وهي الوحيدة في القرآن. النون ساكنة من بعد منها همزة في كلمة واحدة، كاينة غير هذه الكلمة هذه ينأون. دابا غادي نمشيو للمثال ديال النون الساكنة من بعد منها همزة في كلمتين. ملي كتكون النون الساكنة جات من بعد منها الهمزة في كلمتين، هنا عندنا واحد الإشكال. ما هو هذا الإشكال؟ كندخلوا في واحد القاعدة تسمى قاعدة النقل. إذا نخليو النون الساكنة اللي جات من بعد منها همزة في كلمات، نرجعوا لكلمة ينأون اللي جات النون الساكنة من بعد منها همزة في كلمة ينأون. تخرج النون الساكنة من طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا. لثة ديال الثنايا العليا بمعنى المنبت ديال الأسنان، دون أن يصاحب ذلك أي حركة في الفم. لماذا؟ لأن قلنا النون ساكنة، ما كاينش شي حركة، ما كاينش فتح الفم ولا ضم الشفتين ولا انجرار الفك إلى الأسفل. إذا الحركة ديال الفم تكون ساكنة ودون إطالة عند النطق بالنون الساكنة حتى لا يطول معه صوت الغنة فتلتبس بالنون المشددة. إذا غادي نطقها ينأون. ينأون، ما غاديش نطقها ينأون حتى تجيني الغنة الزائدة. إذا غادي نطقها ينأون بإعطاء النون الساكنة